يا الله. طبعا بخصوص الحملة التكفيرية ضد الفنان العراقي محمد عبد الجبار والمواطنين المحتفلين في الناصرية والبصرة بخصوص حفلات محمد عبد الجبار الفنان العراقي. طبعا عندنا داعش جديد بالوسط والجنوب جاي يظهر، والناس جاي تسميه طبعا دولة الكفيل الإسلامية وفضلاء التكفير. مثل ما تعرفون الحملة هاي التكفيرية يديرها حزب الفضيلة، حزب الفضيلة الفاسد معروف بفساده، الناس كلها تعرف، خصوصا وزارة الكهرباء وقبلها وزارة العدل، حزب معروف بفساده. اليوم جاي يكفر الناس اللي تدور لها حفلة أغنية تسوي عيد ميلاد بمطعم، هذا يعتبرونه كفر. طبعا حزب الفضيلة هو اللي جاي يقود هاي الحملة التكفيرية وتهديد الفنانين وتهديد المواطنين المحتفلين، تهديد المطاعم وغيرها. محمد عبد الجبار فنان عراقي، يغني بكل المحافظات، يغني بدول الجوار، يغني بأوروبا وغيرها، وجا غنى حتى التحالفات وأحزاب سياسية. هنا ما كان محمد عبد الجبار كافر واللي يجون للاحتفالات كافر، بس المواطنين. ليش؟ الموضوع ما له علاقة بالدين والحلال والحرام، الموضوع له علاقة انه هاي الموضة الجديدة طالعة، ما نقبل احد يغني بمناطقنا، مناطقهم، البصرة مال ابوك، الناصرية مال جدك، محافظات الجنوب والوسط مال خلفوكم. هاي النغمة الجديدة الطالعة مال ما تغنون وما يغنون بمحافظاتنا. شيلوا محافظاتك، مال ابوك مال خلفوك، ورث اجدادكم. وهم نفسهم الاحزاب ما خلوا فانشينيستات، راقصات، غيرها، حتى مثليين جابوا بالدعاية الانتخابية مالتهم. هسه من اجى محمد عبد الجبار يريد يغني للناس، وناس طالعة بحسابها الخاص حرام وكفر مناطقنا. الموضوع ما له علاقة بالحلال والحرام، الموضوع يردون هاي البيئة بالوسط والجنوب تبقى متحجرة، تبقى ما تسمع أغنية، تبقى ما تعرف حفلة، تبقى ما لها علاقة بالرياضة وغيرها. يردون هاي البيئة مالتهم تبقى محصورة، بس تفكر بالسنة والشيعة ومن راح ياخذها.